السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل المكبوس الكويتي بكل التفاصيل. يا ريت تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك، تفعلوا الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. وما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده حاجة روعة وممتازة. طبعا ده رز بسمتي زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كده، حاجة روعة وممتازة. والدجاج طبعا زي ما حضراتكم شايفين واخد سوا 45 دقيقة، مستوي كويس، حاجة روعة. يا ريت يا جماعة تتابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا كل التفاصيل والتريكات. طبعا الحشو بتاعنا هنتكلم عليه بكل التفاصيل. هنبدأ بالتفاصيل. طبعا بهارات مشكلة حوالي 4 معالق، توم 3 معالق، طبعا معانا قرفة ورق اللورا، وحوالي 3 كيلو بصل، والزيت 1 لتر حسب الكمية اللي عندي. طبعا مشكل بس يا جماعة، بهارات مشكلة وتحط المكبوس. بنبدأ ننزل بالبصل بتاعنا حوالي 3 كيلو بصل. الزيت يبقى غزير وسخن زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يا جماعة البهارات المشكلة بتاع المكبوس الكويتي: كمون، فلفل اسود، كزبرة. طبعا بننزل بهارات صحيحة ونقلب: كزبرة، شطة او فلفل احمر، وكركم وكمون. بنبدأ نحط التوم بتاعنا بعد ما البصل خد لون زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما ياخد لون بنبدأ ننزل بالبهارات بتاعتنا المشكلة، 7 أنواع. بنبدأ نقلب البهارات والبصل والثوم مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. ننزل بالمية ونحط الملح بتاعنا حسب الكمية اللي عندي، وبنبدأ نحط الدجاج بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. الدجاج بياخد سوى حوالي 45 دقيقة. بعد ما خد السوا بتاعه بنبدأ نطلع الدجاج بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله حاجة روعة وممتازة وريحة جميلة. زي ما حضراتكم شايفين كده دجاج مستوي وناعم. المية بتاعتنا بتغلي وبنبدأ ننزل بالرز بتاعنا، رز بسمتي. والمية زي ما حضراتكم شايفين كده حوالي 2 سنتي فوق الرز بتاعنا. بعد ما استوى يا جماعة بنبدأ نحط على المكبوس مية ورد وزعفران في منتصف الحلة كده زي ما انتوا شايفين، بيدي طعم وريحة جميلة. بنبدأ نجهز الحشو بتاعنا: حشو المكبوس، بهارات مشكلة، ملح، بصل، حوالي معلقتين بهارات مشكلة، ملح حسب الرغبة. طبعا والحمص بتاعنا بنسلوه بياخد حوالي نص ساعة زي ما حضراتكم طالع روعة. بنبدأ بالتفاصيل بتاعتنا: بنحط البصل في الحلة زي ما حضراتكم شايفين كده، بصل مقطع حتت أو قطع صغيرة. وبنبدأ نقلب البصل بتاعنا. بعد ما ياخد لون كده بنبدأ ننزل بزيت حوالي 3 معالق بيدي لمعة. وبنبدأ ننزل بالحمص بتاعنا بعد ما استوى واخد نص ساعة حوالي. حاجة جميلة وروعة زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نقلب مع حضراتكم كده الحمص والبصل. وبعد كده يا جماعة بنبدأ ننزل بهارات مشكلة والملح زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله ريحة جميلة وروعة. وبنبدأ ننزل بمية ورد وزعفران بيدي ريحة وطعم حاجة روعة. وطبعا بعد ما خلصنا بنبدأ نطلع الرز بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده،
حاجة روعة وممتازة. بهارات مظبوطة، ملح مظبوط، عيش مظبوط زي ما حضراتكم شايفين. رزاية طويلة وممتازة. حضراتكم أنا شغال بالرز البسمتي طبعا، وعايزين تشتغلوا بالرز المصري عادي مفيش مشكلة. شوف ما شاء الله ريحة جميلة. طبعا كل الشغل من داخل مطعمنا، والدجاج واخد السوا بتاعه مظبوط حوالي 45 دقيقة. يا ريت يا جماعة تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. ما شاء الله الحشو ممتاز، حاجة روعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.